تخيل إن المصري القديم ما استبعدش أصحاب الإعاقة وخلالهم دور في المجتمع وأفسح لهم مجال العمل اللي بيتناسب مع إمكانياتهم ومواهبهم. قبل كده اتكلمنا عن الأقزام، والمرة دي هنتكلم عن عازف الهارب الضرير أو الكفيف زي ما بنقول دلوقتي، اللي شفناه في منظر من مقبرة من مقابر النبلاء في الأقصر. وعندنا كمان منظر لحالة شلل الأطفال من لوحة جنائزية لراجل بيقدم القرابين، ودي موجودة في متحف في كوبنهاجن في الدنمارك. أظهرت رسوم المقابر أحد عازفي آلة الهارب وكان ضرير، وتكرر نفس المنظر في مقابر بالدولة الوسطى وغيرها كمان في الدولة الحديثة. وخلينا نقول إن وجود مناظر للعزف الموسيقي على جدران المقابر سببه إن المتوفى لو مقدرش يرجع لجسده بسبب الظلام في العالم الآخر، الموسيقى هي اللي هتساعده وترشد روحه إن هي ترجع لجسده تاني. هتقولي إزاي؟ هقولك إن الموسيقى عند المصري القديم كان بيعتبرها إنارة للعالم السفلي عشان يخرج بأمان للدنيا، فهي تعتبر بمثابة الضوء الإلهي اللي مش بيضيع أبدا. وهنا بقى نقدر نشوف ونعرف إن الفلسفة في مصر القديمة كانت بتقوم على إدماج صاحب الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال تعليمه العزف على الآلات الموسيقية، وده استثمار لإحساسهم العالي، يعني قمة في الإبداع في تجاوز الطاقة السلبية وتحويلها لطاقة إيجابية. ما وقفوش عند عاهتهم والحاجة اللي ناقصاهم، لكن ركزوا على مهارتهم، لأن فقد النظر بيقوي الذاكرة والحواس كلها زي السمع واللمس والشم والتذوق، فبالتالي الإنسان هيصبح بيشوف ب5 حاجات بدل حاجة واحدة، وعشان كده اتسمى شواف. خليني أقولك إن المصري القديم ما كانش بيتكسف يقول كلمة أعمى، لأنها كانت بتنطق شف أو شواف زي ما قلنا قبل كده. جدارية لعازف الهارب الكفيف للأسرة العاشرة حوالي 2200 قبل الميلاد. ومش هننسى نقول إن بردية إبرس الطبية ذكرت برضو أنواع كتير من الإعاقات والوصفات الطبية اللي كانت بتعالجها، وغيرها كمان من الإعاقات السمعية والذهنية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو. سلام.